سمعت شيخ سعودي، سمعت بأذني ورأيت بعيني، شيخ سعودي يقول: وأين هو التدنيس الموجود في المسجد الأقصى؟ هل بنوا أصنام في المسجد الأقصى؟ تعال أريك الأصنام الموجودة في المسجد الأقصى. تعال. في المسجد الأقصى الذي قال الله سبحانه وتعالى: وباركنا حوله، فيه صنم كبير طويل عريض. هل تعرفون ما هو حائط البراق لدى المسلمين؟ حوله اليهود إلى حائط المبكى، يتعبدون فيه هكذا. شفتوهم كيف يتعبدون؟ يقرؤون التلمود، مش التوراة، التلمود، ويتعبدون عليه. تقول لي هذا حائط مش صنم. تعال أوريك نفس هؤلاء المفكرين ماذا يقولون، هؤلاء السعوديين ماذا يقولون، هؤلاء الشيوخ ماذا يقولون. عندي في بلادي في الجزائر يقولون بأنكم تعبدون الأضرحة والمقامات. كيف نعبد الأضرحة والمقامات؟ تدعون فيها، والأضرحة والمقامات هذه على شكل هبل، على شكل اللات والعزى، هي كمان جدران. كيف الجدران اللي في الأضرحة والمقامات تعتبروها مثل الأصنام، واللي يتقرب منها مشرك؟ وحائط الجدار تقول لي ما فيش أصنام، تقول لي ليس هناك أصنام في الأقصى، وفي صنم شامخ أعلى من برج إيفل أمام العيون اسمه حائط المبكى، وهو جدار البراق عند المسلمين. وباركنا حوله، لا تنساه. يعني في أصنام، هناك أصنام في المسجد الأقصى. ورد علي، يا إما تقول لي الأولياء الصالحين وأضرحة الأولياء الصالحين ليست أصنام لأنها مجرد جدران، أو تقول لي حائط المبكى ليس صنم. لا تكيلوا بمكيالين. نحن نعرف فيما تفكرون، نعرف لصالح من تعملون، لا تطنحونا في رؤوسنا. الحمد لله القرآن ليس قصرا على مجموعة، كلنا نقرأه ونفهمه. ولو أرادوا الخروج معكم لا أعدوا له العدة، ولكن كره الله بعاثهم فيكم